الثاني شحال خصني ديال راس المال باش نقدر نبدا التجاره الالكترونيه. الاخوان بزاف ديال الناس كيسولوا شحال خصهم ديال راس المال باش يقدر يبدا التجاره الالكترونيه، واش خصني 5000 درهم اولا 10000 درهم اولا مليون اولا كذا وكذا. باختصار الاخوان، راس المال ديال التجاره الالكترونيه حتى واحد ما يقدر يحددو لك، تحددو انت راسك. نعطيك قواعد باش تحدد فيها. كيتحدد راس المال الاخوان ديال التجاره الالكترونيه اول حاجه بالثمن ديال المنتج يعني اللي غادي تبيعو، ثاني حاجه بالكميه اللي غتقدر تشري يعني الكميه اللي خصك تشري ولا مفروض عليك تشري، ثالث حاجه غيتحدد بالمعرفه ديالك. داكوغ. باختصار الاخوان، قد ما كانت المعرفه ديالك في الاي كوميرس هاربه، قد ما كنتي كتفهم في الاي كوميرس مزيان، قد ما غادي تختصر عليك وقت ومجهود ومال كذلك. داكوغ الاخوان، انا نوضح هادشي هذا كامل من ا حتى زد. اول حاجه ملي كنقول لك التجاره الالكترونيه متعلقه بالسلعه اللي غادي تشري. مثلا الا كنتي غادي تبيع السبردينات في الجمله كيديروا 200 درهم، ماشي هي غادي اولا 150 ولا 50 درهم ولا 100 درهم، ماشي هي غادي تبيع بيسيات ساويين 2000 درهم. دونك كنتمنى تكون واضحه. دونك هذه واضحه مزيان. حاجه اخرى هي الا كنتي غادي تبيع اولا الا كنتي غادي تبدا الاي كوميرس وانت ما فاهم والو، فبطبيعه الحال بزاف ديال الحوايج غادي يضيعوا لك فلوس، دونك خصك راس المال طالع. الا كنتي انت كتفهم في الاي كوميرس مزيان وقاري عليه وفاهم فيه مزيان وضابط الامور ديالك، يعني داكشي كامل ضابطو مزيان، بطبيعه الحال ما غاديش تخسر فلوس في الخوا الخاوي. داكوغ. كيفاش اسامه تخسر فلوس في الخوا الخاوي؟ هادشي وضح. اوكي. كيفاش؟ هو انك في الاي كوميرس الا كنتي مثلا انت كتعرف تصور فيديوهات، بطبيعه الحال مي غادي يجي لك شي واحد برودوي غادي تصورو انت ديريكت وغتخدم به، ماشي غادي تمشي عند شي اجون يعني غتخدم به. الا كنت انت مثلا ما كتعرفش تصور، فانت شنو غتعمل؟ ديك الساعه ديك برودوي غتهزو غادي ديه لشي اجونس غادي تصورو لك، فعلى الاقل غادي تطلب منك واحد 300 400 درهم على حسب الخدمه ديالهم كيفاش دايره. داكوغ. ها هي واضحه. بالنسبه لي زافيش، الا كنت انت كتعرف تعمل لي زافيش يعني كتقن فوتوشوب، بطبيعه الحال هنا ما غاديش تحتاج شي واحد يعدل لك هادشي، يعني انت اختصرتي عليك فلوس مزيان. الا كنتي كتعرف تطلق الادس مزيان وميتريزيه مزيان، يعني فيسبوك ادس طاحنو مزيان، اوكي، فكاين شي حوايج غادي يضيعوا لك الا كنت انت كتيستي ولا كنت ما كتعرفش تخدم فيسبوك مزيان. هاد الحوايج غيضيعوا هما الفلوس. داكوغ. الا كنت انت ميتريزي فيسبوك ادس مزيان، بطبيعه الحال ديك الفلوس ما غاديش تضيع. ما كاينش انك ضيعتي الفلوس يعني خاسر، لا، هي خاسر الفلوس ولكن راك اكتسبتي معرفه. ولكن الا كانت عندك المعرفه ما تحتاجش تخسر الفلوس باش تكتسب ديك المعرفه. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوني. لذلك راس المال الاخوان كيتحدد. انا مثلا معاد بلا مسقولات، انا بزاف ديال الدراري تقدر تعطيني مثلا تقدر تعطيني 500 درهم ننجح بها في الاي كوميرس. عطيني 500 درهم ندير بها الملايين صراحه. كاينين دراري كنعرفهم تعطيهم 500 تعطيهم 400 تعطيهم 1000 درهم يديروا بها زعما الفلوس صحيحه. كاين اللي تعطيه 100 مليون وما ينجحش في الاي كوميرس. داكوغ. علاش؟ كتبقى التدبير عاوتاني والحكمه في تسيير الاموال. داكوغ. من الاول الاخوان خصك تتعلم تقرا، هي الاول عاد تدخل فلوس. حنا ملي كانوا والدينا كيقولوا قرا عاد خدم، ما كاينينش كيقولوا لك خدم عاد قرا. يعني قرا على الحاجه مزيان عاد خدم فيها. داكوغ. ماشي انا غنجي نخدم فيها وانا ما قاريش عليها، حيت غادي يلعبوا بيا مزيان. وما تقولش غادي نجيب شي واحد يعمل لي لا، جبتي شي واحد يعمل شي حاجه انت اصلا ما كتعرفش ديرها ولا ما كتعرفش تعملها، فغادي تواجه صعوبات في هادشي. داكوغ الاخوان. راس المال نقدر نقول لك ديك 3000 4000 5000 درهم الا كانت شي سلعه زعما عاديه، حتى 10000 درهم. حاجه اخرى عاوتاني كاين اللي كيبغي يتعلق في النصف، ولا كيبغي يمشي يعمل ستور، يبغي يعمل شي حاجه كبيره. لا اخايا، ما حنا ستور خدم مع بيوكان اخاي ولا شوبيفاي ولا شي حاجه ديال الدراوش. حنا ما عندنا ما نمشيو الوورد بريس ولا الديفلوبمون من ا حتى زد، ولا كيقول لك لا انا خصني نبدا الاي كوميرس شي حاجه ديال. لا، بدا باش ما كان، بدا باقل حاجه. حنا كنعرفوا ان البديه فوا كتبدا كطيح. الا بديتي شي بديه عاليه هي شوف هي راه غادي طيح. الا بديتي حاني، داكوغ، الا بديتي حاني غادي تبقى ماشي وغادي تطلع، تحس بالفرق. يعني غتبدا حاني غطيح واحد الطيحه صغيره حيت الارض قريبه وغتبقى طالع دقه. ولكن الا بديتي عالي غادي تكون طيحه كبيره، انت تما غادي تعذب. داكوغ. واضحه. كنتمنى يكون هادشي